او يفسد نشيله، لكن مشروع لا ينتمي للوطنيه المصريه لا. والمصريين اللي عاشوا كل مرارات الظلم في عصر مبارك ثم جربوا اكثر منها في عصر مرسي لن يعودوا يوم 30 غير بسقوط الاخوان المسلمين وتعيين سلطه انتقاليه تعلن عن انتخابات رئاسيه مبكره. انا بتصور ان اللي هيرجع من الميادين يروح بيتهم ده اللي هيموت، لان الاخوان المسلمين لو فشلت حركه 30 يونيو اقسم لك انه هيعلقوا المشانق للناس، لان هم لو تمكنوا هي ايه اللي مخلي الاخوان المسلمين لغايه دلوقتي مش قادرين يعملوا حاجه قويه، ان هم لم يمكنوا. الشعب المصري بيقاومهم بيفلفص منهم. عارف الاغتصاب؟ اما الضحيه تفلفص من المغتصب فما يعرفش يغتصب. الشعب المصري بيفلفص منهم، مش عارفين ينفذوا بمؤامرتهم للاخر. لكن لو دانت لهم البلاد والعباد المعارضين لهم سيعلقوهم في المشانق. الشعب المصري ده هيعيش أسوأ فترات حياته، ولذلك اللي عايز يضمن مستقبل ولاده، واللي عايز يضمن مستقبل آمن لولاده، واللي عايز مصر الحلوة الجميلة المبهجة اللي يعرف يضحك فيها من قلبه، لازم ينزل 30/6 ولازم ما يرجعش بيتهم إلا ما يسقط نظام الإخوان. هذا ما أعلمه عن 30/6. تصبحوا على خير.